تخيل تبقى وريث عرش الغابة، ابن الملك اللي كل الحيوانات بتحترمه، لكن في لحظة غدر حياتك كلها تنهار وتلاقي نفسك مطرود من أرضك تايه بين الذنب والخوف. دي حكاية الأسد الملك، قصة صراع ما بين الشجاعة والقدر، والرحلة اللي هتحدد مين اللي يستحق يكون الملك الحقيقي للغابة. فيلمنا النهاردة بيبدأ بمجموعة كبيرة من الحيوانات في غابة اسمها أرض العزة، وبيبقوا كلهم متجمعين وبيحتفلوا بعيد ميلاد الأسد سيمبا ابن ملك الغابة مفاسا. وساعتها بيظهر القرد الحكيم رفيقي وبيقدمه للحيوانات اللي بتنحني ليه، وبيظهر بعدها سكار عم سيمبا وهو متضايق جدا، وبيدخل عليه طائر الملك اللي اسمه زازو علشان يبلغه ان الملك مفاسا جاي، لأن سكار ما بيبقاش حاضر الاحتفال ولازم يبقى عنده عذر قوي. وقتها بيدخل مفاسا على سكار وبيسأله ليه ما حضرش الاحتفال، فبيرد سكار عليه ببرود انه نسي وان ما كانش فاكر ان الاحتفال هيبقى النهارده. فبيتضايق مفاسا من رده وبيقوله ان الشبل ده هيبقى الملك المستقبلي لأرض العزة. وبعدها بنشوف سيمبا وهو بيصحي باباه ومامته وبياخد باباه على اعلى منطقة في المملكة، بيبدأ يشرح ليه ابعاد المملكة وان كل مكان شايفينه قدامهم بتطلع فيه الشمس ده مملكتهم، وان في يوم من الايام هيبقى ملك المنطقة دي كلها. فبيسأل سيمبا عن المكان الضلمة اللي ورا الحدود بتاعتهم، فبيحذره مفاسا وبيقول له ان ده المكان الوحيد اللي ما ينفعش يروحه ابدا، وما ينفعش حتى يغامر ويقرب منه. وبيتمشوا مع بعض في المملكة، وبيقول له مفاسا ان الملك الحقيقي لازم يحترم كل الحيوانات من اول النملة الصغيرة لحد اكبر واضخم حيوان. وبعدها بيدخل زازو عليهم علشان يدي التقرير الصباحي للملك مفاسا، وبيطلب منه الملك يلف بظهره علشان يعلم سيمبا ازاي ينقض عليه. فبيقع زازو وبيضحك الملك وبيظهر لهم حيوان من تحت الارض بيقول للملك ان الضباع ظهرت. فبيؤمر مفاسا زازو ان يروح سيمبا للبيت، لكن سيمبا بيكون عايز يروح معاه، لكن مفاسا بيرفض وبيزعل سيمبا جدا. لكن زازو بيقول له انه في يوم من الايام هيبقى ملك وساعتها هيقدر يحارب الضباع بنفسه. وبيروح بعدها سيمبا لعمه سكار وبيقول له انه هيبقى الملك من بعد والده مفاسا، وان والده وراه المملكة. فبيرد عليه عمه سكار وبيقول له ان اكيد مفاسا مرضيش يوري له المنطقة اللي بره الحدود الشمالية. فبيقول له سيمبا ان باباه حذره منها وان ما ينفعش ابدا يروح هناك. وساعتها بيرد عليه سكار وبيقول له ان الاسود الشجعان هم بس اللي بيقدروا يروحوا هناك علشان هناك في مقبرة للافيال. وبيطلب منه سكار ان محدش يعرف السر ده ابدا. فبيروح بعدها سيمبا لمامته وهي قاعدة مع صاحبتها، وبيطلب منها انه ياخد نالا صاحبته معاه ويطلعوا يلعبوا. فبتوافق مامته لكن بشرط ان هم ياخدوا زازو معاهم. وفي الطريق بيقول سيمبا لنالا انهم رايحين مقبرة الافيال وانهم لازم يتخلصوا من زازو الاول. وبيفضلوا يلعبوا ويغنوا مع الحيوانات لحد ما بيقع وحيد القرن على زازو، فبيسيبوه ويمشوا بسرعة وبيروحوا لمقبرة الافيال. لكن زازو بيرجع ليهم وبيقول لهم ان كده غلط وخطر جدا. فبيرد عليه سيمبا وبيقول له انه اصلا بيحب المخاطرة. وفجأة بتظهر الضباع وبيكونوا عاوزين ياكلوهم، لكن بيهرب سيمبا ونالا وبيمسكوا الضباع زازو وبيكونوا ناويين يطبخوه، لكن زازو بيهرب منهم وبتبدأ الضباع تطارد سيمبا ونالا. وفجأة بيظهر مفاسا في الوقت المناسب وبينقذهم، وبيؤمر الضباع انها ما تقربش من ابنه مرة تانية. وبيؤمر الطائر زازو ان يروح نالا البيت، وبيواجه سيمبا وبيقول له انه خيب ظنه انه عرض نفسه ونالا للخطر وانه كمان عصى اوامره. فبيرد عليه سيمبا وبيقول له انه كان بيحاول يبقى شجاع زيه. فبيرد عليه باباه وبيقول له انه عشان يبقى شجاع لازم يبقى شجاع لكن في الوقت المناسب. وبيطلب من سيمبا انه يبص للنجوم وبيقول له ان كل الملوك بيبصوا علينا من خلال النجوم دي، وانه لازم يفضل واثق انهم دايما هيرشدوه للطريق الصح. وبيظهر بعدها سكار بعد ما بيروح للضباع وبيديهم لحمة هدية وبيطلب منهم انهم يخلصوا على مفاسا علشان يبقى هو ملك الغابة، وساعتها هيطلعهم من الجحور اللي هم عايشين فيها بسببه. وفعلا بيبدأوا تنفيذ خطتهم. وبيروح سكار لسيمبا وبياخدوا المكان فاضي، وبيطلب سكار من سيمبا انه يستنى في المكان ده علشان هو محضر له مفاجأة كبيرة. وبعدها بتظهر له الضباع علشان يهجموا عليه، وبتظهر الضباع وفجأة بيظهر قطيع الحيوانات وهم بيجروا بسرعة، وبيحاول سيمبا انه يجري عشان يهرب منهم. وبيروح سكار بسرعة لمفاسا وبيقول له ان ابنه في خطر وانه في المكان اللي فيه القطيع. فبيجري مفاسا بسرعة علشان يساعد ابنه، وبينجح مفاسا فعلا في انقاذ سيمبا لكنه ما بيعرفش ينقذ نفسه. وبيطلب من اخوه سكار انه يساعده، لكن سكار بيغدر بيه وبيرميه من فوق المنحدر اللي بيجري فيه القطيع وبيموت مفاسا. وبيروح سيمبا وهو مش مصدق انه خلاص مات، بيحاول يقومه لكن في الاخر بيكتشف انه باباه مات. وبيروح له سكار
وبيفضل يأنبه وبيقوله إن هو السبب في موت والده، وبيقوله سكار إن لازم يهرب وما يرجعش أرض العزة من تاني. فبيجري سيمبا بعيد وبيظهر بعدها الضباع من تاني وبيطلب منهم سكار إنهم يقتلوه، وبيفضل سيمبا يجري وبيحاول يهرب منهم لحد ما بيشوفوه الضباع وهو بيقع من على جبل، فبيفتكروه مات، لكن هو بيبقى لسه عايش ومستخبي منهم. وبيفضل سيمبا يجري وبيهرب بعيد قوي. وبنرجع بعدها لسكار اللي بيعلن نفسه ملك للغابة، وإن العهد الجديد هيبقى فيه تحالف بين الأسود والضباع. وبيظهر بعدها نمس وخنزير اسمهم تيمون وبومبا، وبيلاقوا سيمبا وهو واقع على الأرض في وسط الصحراء، فبيقرروا إنهم يساعدوه. وبعد ما بيفوق سيمبا بيلاقوه ضايع وحزين، بيقولوا له إن هو لازم ينسى الماضي ويفكر في المستقبل، وإنه لازم يبدأ يعيش معاهم بمبدأ هاكونا ماتاتا. ولما بيسألهم سيمبا عن معنى هاكونا ماتاتا بيقولوا له إن معناها إنه ما يشيلش هم أي حاجة، وبياخدوه يعيش معاهم. وبيبدأ سيمبا يلعب ويغني معاهم، وبيدوله تيمون وبومبا حشرات علشان ياكلها. في الأول بيكون سيمبا قرفان منهم، لكن بعد ما بيجربهم بيحبهم، وبيفضل يعيش بنفس مبدأ هاكونا ماتاتا مع تيمون وبومبا لحد ما بيكبر سيمبا وسطهم. وبعدها بنروح نشوف حال أرض العزة اللي اتحولت لخرابة، وبيظهر بعدها زازو اللي بيبقى سكار حبسه في قفص وعامله راديو ومخليه يغنيله ليل ونهار، لحد ما بيتضايق سكار جدا لما زازو بيجيب سيرة مفاسة وبتدخل عليهم الضباع وبتطلب من سكار أكل، وبيقولوا له إن مفيش أي أكل في أرض العزة، لكن سكار مش بيديهم أكل وبيطردهم. وبنرجع لسيمبا وهو قاعد مع تيمون وبومبا، وبيسأل بعدها بومبا تيمون عن النجوم اللي في السماء، فبيقول لتيمون بثقة إنها دبان منور ملزق في السجادة الزرقاء الكبيرة دي. ولما بيسألوا سيمبا بيقول لهم الكلام اللي قالوا ليه والده وهو صغير، وإنهم الملوك العظام. فبيفضل تيمون يضحك ويتريق عليه، فبيتضايق سيمبا وبيسيبهم ويمشي. وفي اليوم اللي بعده تيمون وبومبا بيتمشوا في الغابة، بتظهر نالا فجأة وبتطارد بومبا وبتبقى عايزة تصطاده، لكن سيمبا بيدافع عنه وبيتخانق معاها. وفجأة بيعرفها وبيعرفها إن هو سيمبا ابن مفاسة، وبتفرح نالا قوي إنه لسه عايش. وبيعرفها بعدها سيمبا على تيمون وبومبا، وبتقول له نالا إنهم في أرض العزة فاكرينه إنه مات، وإن سكار قال لهم اللي حصل لكن كذب عليهم. وبتعرفوا إن أرض العزة اتدمرت وما بقاش فيها لا أكل ولا شرب، وإن الحيوانات بتتعذب كمان بعد ما رجعت الضباع علشان يعيشوا معاهم. وبتقول له إنه لازم يرجع علشان هو الملك الحقيقي لأرض العزة، لكن سيمبا بيرفض وبيقول لها إنها مش عارفة حاجة وإن مش هينفع يرجع وإنه هو مش الملك. فبتزعل نالا وتمشي. وبالليل بيظهر لسيمبا القرد الحكيم رفيقي، وبيقول لسيمبا إنه ابن الملك مفاسة وإنه يعرف مكان والده، وبيطلب منه يمشي وراه بسرعة لحد ما بيوصلوا البحيرة. بيشوف نفسه وإنه قد إيه شبه باباه، فبيقول له القرد رفيقي إن والده حتى لو ما كانش عايش وموجود معانا فهو عايش جواك. وفجأة بيظهر مفاسة في السماء على هيئة نجوم، وبيطلب من سيمبا الرجوع لأرض العزة، وبيقول له إن هو الملك الحقيقي. وبعدها بيقول القرد الحكيم لسيمبا إن أي وجع في حياتنا يا إما بنهرب منه يا إما بنتعلم منه. وساعتها سيمبا بيقرر يرجع ويتحدى سكار. ولما بيرجع أرض العزة بيلاقيها بقت مكان وحش وضلمة وما بقاش فيها لا زرع ولا نور زي زمان. وبتفرح نالا لما بتشوفه عشان قرر يرجع يواجه سكار، وبتقرر تساعده هي وتيمون وبومبا، وبيبدأوا خطتهم. وبيبدأ تيمون وبومبا يلهوا الضباع اللي بتبقى موجودة عند خيمة سكار. وبيظهر سيمبا وبيشوف سكار وهو بيتعامل مع والدته بطريقة وحشة وبيضربها. وفجأة بيظهر سيمبا وبيطمن على أمه اللي بتتفاجئ لما بتعرف إن ابنها سيمبا لسه عايش. وبيروح سيمبا لسكار وبيطلب منه التنازل عن الحكم، لكن سكار بيرفض وبتقوم بينهم حرب كبيرة. وبيطلب سيمبا من سكار التنازل عن الحكم وبيرفض تاني، وبيقول له إن لازم يعترف إن السبب في قتل باباه. لكن سكار بيحاول يكرر نفس اللي عمله مع مفاسة وبيرميه من فوق المنحدر، لكنه في الآخر ما بيقدرش. وبيطلب سيمبا من سكار إنه يعترف بالحقيقة قدام كل الحيوانات وإن هو اللي قتل الملك مفاسة. وبالفعل بيعترف قدام كل الحيوانات. وفجأة بتبدأ الحرب اللي بيتدخل فيها كل الأسود والضباع وحتى تيمون وبومبا والقرد رفيقي، لحد ما بيحاول سكار إنه يهرب، لكن سيمبا بيجري وراه وبيقدر ينتصر عليه. وبيسيبه للضباع اللي ساعدته في الأول علشان تغدر بيه وتنقض عليه وتاكله. وبيرجع بعدها سيمبا ملك الغابة وبيتجوز نالا وبيخلفوا شبل صغير، وبترجع الحياة تاني لأرض العزة. فيلمنا النهاردة بيبدأ باحتفال الحيوانات بميلاد كيارا بنت ملك الغابة سيمبا، وبيظهر القرد الحكيم وهو بيقدمها للحيوانات اللي بتنحني ليها. وبنشوف كمان تيمون وبومبا أصدقاء سيمبا واللي بيكونوا فرحانين جدا بكيارا بنت سيمبا. وبتظهر كيارا بتكون شقية جدا ونفسها تعرف ايه اللي موجود بعد أرض العزة زي باباها سيمبا وهو صغير بالظبط، لكن باباها بيحذرها وبيقول لها اوعي تخرجي بره الحدود اللي انا رسمتها لك، لان ده
هيكون في خطر عليكي. فبتقوله حاضر، لكنها مش بتكون مقتنعة بكلامه وبتمشي. وبتظهر نالا مرات سيمبا وبتقوله ان كيارا بنته طالعه له بالظبط، لكن سيمبا بيبان عليه انه قلقان قوي عليها، وبيطلب من تيمون وبومبا انهم يروحوا وراها علشان يخلوا بالهم منها. وبنشوف كيارا وهي بتجري وبتلعب، وفجأة بتشوف كيارا مدينة جميلة وبتبقى نفسها جدا انها تروح لها وتشوف فيها ايه، لكنها بتبقى خارج الحدود اللي باباها محددها ليها. وفجأة بتحس كيارا بحد وراها، ولما بتبص بتلاقيهم تيمون وبومبا اللي بيقعدوا يتخانقوا ويصرخوا في وش بعض. وفجأة بتقع كيارا في المية، وبينزل وراها بومبا عشان يجيبها، لكن بيقع عليها وبيبقى هيغرقها اكتر، لكنها بتعرف تخرج من المية. وبيبقى تيمون وبومبا عايزين يصلحوها، فبيجيبوا لها مجموعة من الحشرات علشان تاكلها. وبيقول لها تيمون ان دي تشكيلة متنوعة من الحشرات اللذيذة، فبتقول لهم كيارا ان شكلها مقرف قوي. فبيقول لها تيمون انها بجد لذيذة ومقرمشة وانها لازم تدوقهم. ولما بومبا بيدوقها بتقول له انها لزجة وطعمها وحش قوي. وبيقعدوا تاني تيمون وبومبا يتخانقوا، فبتستغل كيارا انشغالهم بالخناقة وبتحاول تهرب منهم. وبتعدي الحدود وهي ماشية بتقع وبتتخبط في شبل صغير زيها. وبيقعدوا يتكلموا مع بعض، وهم بيتكلموا بيتفاجئوا انهم وقعوا بين قبيلة من التماسيح، واللي بتبقى تماسيح كبيرة وضخمة جدا وبتبدأ تهاجمهم، لكنهم بيقدروا يهربوا منها. وبعدها بنعرف ان الشبل الصغير ده اسمه كوفو، وبنشوف ان مامته قاعدة بتراقبهم من بعيد. وفجأة بنسمع صوت عالي، واللي بيبقى صوت سيمبا اللي جه بسرعة علشان يحمي بنته كيارا من الشبل كوفو، واللي بنعرف ان اسمها زيرا، وانها تبقى مرات عم سيمبا الشرير، وان الشبل الصغير ده يبقى ابن سكار، وبيبقى باين على امه زيرا الشر زي سكار بالظبط. وساعتها بيحذرها سيمبا انها تفكر تدخل ارض العزة تاني اذا كانت هي او ابنها. وبياخد كيارا وبيمشي، وبعدها بيقعد سيمبا يكلم مع كيارا وبيقول لها ان اللي هي عملته ده غلط، وان ما ينفعش يتكرر تاني لانه خطر عليها. فبتوعده كيارا انها تنفذ كلامه. وبنرجع لكوفو اللي بيبقى عنده اخت اسمها فيتاني واخ تاني اسمه نوكا، واللي بيكون اكبر منه لكن ما بيبقاش نافع في اي حاجه. علشان كده سكار اختار كوفو علشان يكون خليفته. وبتروح زيرا لكوفو وبتقعد تفكره انه وريث سكار، وانه لازم ياخد حقه ويبقى ملك الغابه وملك ارض العزه من تاني. وبتعدي السنين وبيكبر كوفو وبيبقى شبه باباه سكار بالظبط لكن في الشكل بس. وبنشوف امه زيرا وهي بتحاول تزرع جواه الغل والحقد من ناحيه سيمبا. وفي ارض العزه بنشوف كيارا بعد ما كبرت، وبيجي اليوم اللي لازم تخرج فيه علشان تصطاد بنفسها. وبيظهر كل الاسود وهما بيشجعوها، لكنها بتطلب من باباها سيمبا يسيبها لوحدها، فبيوافق، لكن برضه بيبعت وراها تيمون وبومبا عشان يخلوا بالهم منها. وبتحاول بعدها كيارا انها تصطاد لكنها ما بتعرفش. وبنشوف اخوات كوفو تاني وهم بيراقبوها، وبيقدروا يولعوا النار في كل المنطقه اللي فيها كيارا، اللي بتفضل تجري ومش بتكون عارفه تهرب لحد ما بتقدر تطلع فوق صخره عاليه، لكنها بتكون تعبت جدا ومش قادره تكمل. وبنشوف كوفو اللي بيجي وبيشيلها على ظهره علشان ينقذها من النار اللي عملوها اخواته. وبيشوف سيمبا النار من بعيد وبيجري بسرعه، وبيكون فاكر ان كوفو هو اللي عمل كده، لكنه بيعرف بعدها ان كوفو هو اللي انقذها من النار. وبيطلب منه كوفو انه يرجع ارض العزه ويكون تحت حكمه، لكن سيمبا بيرفض وبيقول له انهم اتنفوا منها من زمان. فبيقول له كوفو انه مش المفروض يتحاسب على حاجه مالوش ذنب فيها. وبتطلب نالا مرات سيمبا ان يسمح له بالرجوع لارض العزه لانهم مدينين ليه بانقاذ بنتهم كيارا. وبيوافق سيمبا لكنه ما بيكونش مرتاح للموضوع ده. وبيرجعوا ارض العزه، وهناك كيارا بتشكر كوفو لانه انقذها، وبيكون اخو كوفو واخته واقفين وبيراقبوهم. وتاني يوم بتطلب منه كيارا وهم بيتمشوا انهم يشوفوا تيمون وبومبا، وبيقضوا وقت جميل مع بعض وهم بيلعبوا مع الطيور. وبيبقى كوفو مبسوط معاهم جدا، وبينسى الهدف اللي امه ربطته عليه وهو قتل سيمبا. وبيبدا هو وكيارا يقربوا من بعض اكتر واكتر. وبنفهم ان كوفو من جواه مش حابب فكره الانتقام، لكن امه الشريره هي اللي مصممه على كده. وبيشوفهم بعدها سيمبا من بعيد وبيكون محتار في امر كوفو، وبتروح له مراته نالا وبتقول له يقرب من كوفو ويديله فرصه تانية. ولما بيروحوا بيروح سيمبا لكوفو وبيقول له يدخل ينام معاهم لان بره برد عليه. وبيدخل كوفو وبتكون اخته واقفه من بعيد بتراقبه، وبتروح تقول لمامتها زيرا على كل اللي حصل. فبترد عليها امها وبتقول لها ان كوفو استحاله يبيعنا وانه اكيد بيخطط لحاجه كبيره. وتاني يوم الصبح بيخرج سيمبا ومعاه كوفو علشان يتمشوا لانه بيكون عايز يفهموا اكتر. وهم بيتمشوا بتهجم عليهم زيرا وبقيه العصابه بتاعتها، وبيحاول نوكا اخو كوفو انه يمسك سيمبا علشان يثبت
لأمه إنه قوي، لكنه بيقع على مجموعة من الخشب وبيموت. وبيزيد غضب زيرا وبتصمم أكتر على قتل سيمبا، وبيحاول كوفو إنه يخليها تطلع بره الخلافات دي، لكنها بترفض وبتقوله إن ده أنسب وقت للهجوم على أرض العزة لأن سيمبا مريض وضعيف. وبنشوف سيمبا بعد ما وصل لأرض العزة وهو باين عليه التعب، وبنشوف كيارا وتيمون وبومبا وهم بيجروا عليه وبيعالجوه. أما كوفو بيرجع لأرض العزة، وأول ما بيشوفوه الحيوانات بيستغربوا هو إيه اللي رجعه تاني، وبيرفض سيمبا حتى إنه يسمعه. وبيمشي كوفو وهو حزين، وبتحاول كيارا تقنع أبوها إنه يديله فرصة تانية، لكن سيمبا بيرفض. وبتجري كيارا بعيد، وبيجيلها فكرة إنها تهرب فعلا، وفعلا بتعمل كده علشان تدور على كوفو. وبعد ما بتدور عليه بتلاقيه، وبيبقوا هما الاتنين فرحانين جدا وبيقعدوا يلعبوا سوا. وبتقوله كيارا إنهم لازم يرجعوا أرض العزة علشان يوحدوا شمل أهلهم من تاني. وفي نفس الوقت بيبلغ زازو سيمبا رسالة إن زيرا وأتباعها في طريقهم علشان يهجموا على أرض العزة. وفعلا بيستعدوا كلهم وبيتقابلوا عند زيرا وبتبدأ المعركة. وبنشوف كيارا وكوفو في طريقهم لأرض العزة، ومن بعيد بيشوفوا المعركة شغالة. وفي اللحظة اللي هيتواجه فيها سيمبا وزيرا بيجي كوفو وكيارا وبيقفوا ما بينهم علشان يمنعوهم يقتلوا بعض. وبتزعق زيرا لكوفو علشان يمشي من قدامها، لكنه بيقول لها إنه مش هيسمح لها تأذي سيمبا أو كيارا. وفي نفس الوقت بتروح كيارا وبتقول لباباها إن جه الوقت اللي يتوحدوا فيه ويعيشوا في سلام. وفعلا بيقتنع سيمبا وبيوافق على كلامها، لكن زيرا الشريرة بترفض وبتأمر بنتها إنها تهجم عليهم، لكنها بتتفاجئ إن بنتها بتقول لها إن كيارا عندها حق. وبينضم كل أتباع زيرا لسيمبا، وبتبص زيرا وبتلاقي نفسها لوحدها، فبتقرر تكمل انتقامها من سيمبا. تمسك كيارا وبتقع بيها من فوق الجبل، لكن بتقدر كيارا تمسك في الصخور ومش بتقع. أما زيرا فبتقع في النهر وبتموت. وبيرجع باقي الأسود على أرض العزة، وبيعيشوا كلهم في سلام، وبيتجمعوا تحت حكم الأسد سيمبا ملك الغابة، وبيعيش معاهم باقي الحيوانات في حب وسلام. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد.